أجنحة دجاج مقرمشة ومتبلة صح وتخليك تعض أصابعك بعد ما تخلص، والأجمل ما تحتاج تروح للمطعم ولا تطلب ديليفري. بهذا الفيديو راح نسوي أجنحة أحسن من أي وجبة جاهزة. البهارات جهزتها أول شي ملعقتين كبيرة طحين، ملعقة صغيرة بابريكا، فلفل أسود وكمون، كزبرة ناشفة، زنجبيل بودرة، قرفة وكركم وملح حسب الرغبة، وإذا تحبون ضيفون شطة أو فلفل أسود، دبس الرمان وعسل شوية. هسه نخلط المكونات ونضيف مي بحيث يطلع لنا بهذا القوام. هنا أنا عندي الأجنحة قطعت الأطراف مالتها وبعدين قصيتها من النص، أريدها بهذا الشكل يطلع. نكمل باقي المجموعة. قبل لا أقطع هاي الأجنحة أنا متبلها بملح وخل أبيض يوم كامل. هسه نجيب ماعون طحين ونجيب التتبيلة مالتنا والقطع. ناخذ أول قطعة نغمسها بالتتبيلة وبعدها نخليها بالطحين مرة واحدة كلش كافية. نرجع نكمل على باقي المجموعة. وبهذا الشكل أكون خلصت. هسه ننظف المكان واجيب زيت درجة حرارة 180، هسه اخليه على النار واغطيه لمدة 10 دقائق. وهنا كمل عندي راح انشفه كل زين من الزيت واطلعه. وانا حبيت اضيف كاتشب ومايونيز وهاي صلصة خاصة بالاجنحة وفوقها هاي دبس الرمان، راح يطلع لنا الطعم كلش خرافي. واللي هنا خلصت وصفتنا، اتمنى تجربونها وتكتبون لي رأيكم بالتعليق.